النهارده بقى هنتكلم على تفاصيل رحلتي من البرتغال لبولندا، وهنقول على كل المعلومات اللي ناس كتير سألت عليها بخصوص التكوين المهني وتعديل الأوضاع في بولندا بالنسبة لحد معاه فيزة سياحة. طبعا أنا عاوز أقول لكم بس قبل ما نتكلم على التفاصيل والمعيشة والرواتب والوضع في بولندا، الفيديو ده هيفيد أي حد بيفكر عموما يروح بولندا ويبقى فاهم الوضع إيه قبل ما يروح، عشان خاطر ما يتصدمش. ماشي. واللي ما يعرفنيش واول مره يشوفني، انا كانت بولندا دي يعني من 6 سنين كانت الواجهه بتاعتي قبل ما اجي على البرتغال، وما عرفتش اصلا ابدل فيزا السياحه لاقامه عمل او دراسه، والشروط صعبه، وخدت بعضي ورجعت تاني الامارات وغيرت الواجهه بتاعتي على البرتغال. قبلها طبعا انا كنت رحت اسبانيا وكنت رحت عدد من الدول الاوروبيه، وكان همي قبل ما اطلع واكلم الناس وانصحهم واقول لهم على ان انت ازاي تعدل وضعك بشكل قانوني ومن غير ما تتعب ومن غير لف ومن غير حوارات، عشان خاطر ما تشوفش المعاناة اللي انا شفتها. فانا النهارده عاوز اقول لك بس ايه اللي حصل معايا انا شخصيا قبل ما اقول لك الدنيا فيها ايه ورايحه فين وجايه منين، بكل امانه وبكل صدق. لو انت بتفكر ان انت تروح بولندا عشان تعدل وضعك بفيزة سياحة، اول حاجه يا سيدي الفاضل، احنا كشركه لينس ماجيك اتواصلت مع احد المعاهد زي اي شركه او اي معهد او اي جامعه بنتواصل معاها، بنبعت ايميل بشكل بروفيشنال وبنقول لهم والله احنا شركه خدمات للهجره ومرخصين طبعا واسمنا معروف، وبنبعت ايميل رسمي وبنقول لهم احنا عاوزين نتعامل معاكم من احد المعاهد بتاعه التكوين المهني. ماشي. ومن ضمنهم دراسه اللغه في بولندا. اتواصلنا معاه، بعد ما تواصلنا معاه استنينا الرد. جه الرد مفيش مشكله. طبعا الايميل بيبقى مكتوب فيه التفاصيل كلها بشكل بروفيشنال، ايه الخدمات اللي احنا بنقدمها، وهل في الاخر بنقول هل الطالب هيحصل على اقامه في السياحه. اترد علينا وقال لنا على كل حاجه سالنا فيها، ولكن انا بركز بس في الحته دي. معلش انا بجيب لكم الموضوع من اوله عشان اللي مش فاهم يبقى فاهم الموضوع ايه يعني. فطبعا انا خدت بعضي ورحت رايح في الميعاد اللي اتحدد في الايميل، عشان خاطر لما عملت حتى فيديوهات في بولندا وقابلت الاستاذ علاء واكد برضو عليا المعلومات اللي اتكلمنا فيها لما كنا في بولندا، وقلنا حاجات كتير برضو فاتت الناس. اللي حصل ان انا لما رحت وحضرت الاجتماع لقيت كل الكلام اللي كان مكتوب في الايميل مظبوط، الا حاجه واحده بس، ان احنا ما نضمنلكش اي طالب هيتسجل عن طريق الشركه عندك، ماشي، انه هياخد اقامه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ياخد اقامه وممكن ما ياخدش اقامه. طب القرار بيرجع لمين؟ بيرجع لاداره الهجره. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه غير بقى ده كله واللي انا اتصدمت فيه، ان الاقامات في بولندا كمان ما بين لا خلي بالك ان انت ممكن كمان تقعد سنه وسنه ونص وسنتين. انت متخيل؟ يعني انت ممكن تكون خلصت الكورس بتاعك وانت لسه ما خدتش الاقامه. طيب خلينا نكون صراحه ومن غير ما نلف وندور على بعض. اي حد بيقدم وعاوز يحول فيزا السياحه بتاعته، التفكير بتاعه في المقام الاول ان هو عاوز اقامه عشان يقدر يتحرك في دول الاتحاد الاوروبي، عشان بعد كده كمان يفكر ان هو لو لقى عقد عمل ان هو يقدر يحول فيزا التكوين المهني او فيزا الدراسه دي الى عمل. يعني انت في مقامك الاول وتفكيرك زي ما انا عارف وانت عارف ان انت محتاج اقامه. طبعا انا اتضايقت لان انا دافع فلوس تذكره وبهدله وتضييع وقت وفندق ومش عارف ايه والحاجات دي كلها عشان جاي اوقع معاكم عقد بناء على الايميل اللي انتوا بعتوه لي، وانا جاي عشان خاطر قالوا لي ما احنا قلنا لك قلت لهم طب ليه ما قلتوليش ان ما بين ليه ما اديتوليش؟ قالوا لي ما احنا قلنا بقى في الاجتماع ان احنا موافقين بشكل مبدئي. والمهم فضلوا يستعبطوا وكلام ما عجبنيش، فقلت لهم معلش انا اسف وانا بعتذر، وقلبت الترابيزه. وطبعا قلت لهم شكرا وشكرا على العرض، مع ان هم كانوا مديني سعر كويس خلاف السعر اللي هم شغالين بيه، بحكم ان انا شركه فبيبقى ليا سعر مميز غير السعر اللي هو بتاع اي حد رايح يقدم مع نفسه. فطبعا انا قلت لهم شكرا وما عنديش استعداد ان انا، لان اجيب لكم من الاخر يعني انا ما عنديش استعداد ان انا اسوح حد. انا يعني حتى بقول لهم طب ما اي حد ممكن يقدم عن طريقكم، وهو يعني مش بحاجه ليا، يعني الخدمه اللي انا بقدمها
لازم تكون كامله، ولازم يكون في صراحه، ولازم يكون في مصداقيه. لان انا ما عنديش استعداد ان حد يتعامل معايا زي مثلا ما بيتعامل معايا في البرتغال. لما بيقدم تكوين مهني في البرتغال انا عارف انه بياخد اقامه. ليه؟ ده قانون في البرتغال. حتى لو القانون ده اتلغى، اللي قدم قبل ما القانون يتلغي القانون ما زال شغال. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا المانيفستو تعديل الوضع في فيز السياحه، لو انت جيت وقدمت على المانيفستو وحصلت على عقد عمل، بيحق لك ان انت كنت تاخد اقامه من سنه ونص لسنتين. وكنا طلعنا وقلنا الكلام ده. لما الماده اتقفلت والقانون طلع قال لك لا خلاص انا مش عاوز مانيفستو، لكن دلوقتي في تعديل عن طريق التكوين المهني. بس لما قال لك لا ما فيش مانيفستو، ايه اللي حصل؟ قال لك ابتداء من التاريخ ده، فقال لك من التاريخ ده خلاص احنا مش هنقبل حد. طب اللي قدم قبل كده لا، ده اموره تمام. يعني الدوله ما بتضحكش عليك، القانون واضح. والاقامه بتاعتك قال لك لو هتاخدها عن طريق المانيفستو من سنه لسنه ونص، والتكوين المهني من شهرين 3 على حسب المواعيد، ممكن تقعد معاك لحد 5 6 شهور حد اقصى. المهم في الاول وفي الاخر انت بتاخد اقامه وما بتعديش السنه. انما انا عشان خاطر اجازف واعمل كده لا، يبقى دي عدم مصداقيه مني. يهمني برضو ان انتوا تكونوا فاهمين الكلام ده، وعارفين برضو زي ما قلت لكم ان احنا هنتعامل مع معاهد في التكوين المهني في بولندا للدراسه وللحرف والحاجات ديت. يهمني برضو تعرفوا ايه السبب اللي خلاني اكنسل الموضوع، لان انا طالما حاجه انا مش ضامنها مش هشتغل فيها. خد عندك بقى عشان خاطر برضو تبقى انت عارف بولندا ايه الوضع فيها. بالنسبه للاقامات انا اتصدمت اصلا ان حتى اللي متجوز اللي معاه عقد عمل، واحد متجوز بولنديه، قعد اكتر من حوالي مش سنه ولا سنه ونص، لا سنتين ولسه ما خدش الاقامه. ولسه الحكومه بتتاكد واداره الهجره بتتاكد انه متجوز جواز صحيح. يعني حتى الجواز اللي مثلا ايه الواحد يقول لك ايه انا هتجوز عشان اعدل وضعي، انا هتجوز عشان خاطر يعني اخد اقامه ب5 سنوات، انا هتجوز. لا بولندا السيستم فيها بصراحه رايح يعني لا يعني لما تيجي تقارن دوله مثلا بولندا بالبرتغال، لا والله العظيم قسما بالله انا بعد يعني شهاده يسالني عليها ربنا يوم القيامه، لا البرتغال قسما بالله لا، انا ما شفتش تجاوز البرتغال في حاجات كتير. بس لما نيجي نقارن ما بين البرتغال وما بين مثلا بولندا، لا برضو البرتغال تكسب. اللي انا عاوز اقوله لك اول حاجه لازم تعرفها ان انت ما ينفعش تعدل وضعك. واللي يقول لك يا ابن الناس تعدل وضعك بعقد عمل، عشان خاطر برضو في ناس يقول لك ايه روح في السياحه وعدل وضعك. كنت عملت انا كده. يعني الناس اللي بتقول لك ايه انا مش عارف ليه الناس بتحب تضلل الناس، مش عارف ليه ما انا برضو مشيت ورا ناس قبل كده من 6 سنين عشان تبقى فاهم، وكنت بسمع لناس وما سبتش واحد ما سمعتوش، وفي الاخر لقيت كل الكلام ده في الهجايص قسما بالله وما فيش الكلام دوت. فانا كنت عدلت وضعي وانا في بولندا بفيزا السياحه، لكن انا قبل ما اكسر الفيزا قلت لا طب وعلى ايه لما حاجه مش متاكد منها، ورجعت وخدت فيزا تاني لما خدت بقى قرار ورحت على البرتغال. ليه خدت قرار؟ لان فعلا اتاكدت ان انت تقدر تحول حتى لو هتقعد سنه ونص عن طريق المانيفستو. وانا فعلا رحت البرتغال وعدلت وضعي والحمد لله رب العالمين معايا اقامه دلوقتي وربنا كرمني اللهم لك الحمد، واما بنعمه ربك فحدث. بولندا برضو من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعرفها ان هي الشغل فيها صعب جدا، اللغه فيها صعبه. اولا حته اللغه في كل مكان بتبقى صعبه، بس بجد اللغه البولنديه لا من لغه صعبه، لغه محتاج ان انت عشان خاطر تشتغل لازم تكون بتتكلم بولندي، او يكون انت عارف حد، او يكون معاك واسطه، وهتشتغل في الاسود لو انت مش قانوني، وهتبقى شغال شغل مش كويس وشغل مش حلو. طب انا ايه اللي يجبرني على كده؟ وبرضه نقول اللي لينا واللي علينا، بولندا الايجار فيها بالنسبه للشقق مقارنه بالسعر بتاع مثلا الشقق او الغرف او الحاجات اللي هي ممكن مثلا كسكن وايجار، لا ارخص من البرتغال. الرواتب فيها ممكن برضو بما يشابه البرتغال، بس هي عملتها الزلوطي، في البرتغال طبعا اليورو. ولكن لما تيجي تقارن برضو الاكل والشرب هتلاقيه زي بعض، مفيش فرق. هو بس لا السكن في بولندا ارخص، ولكن بولندا محتاج ان انت يكون وضعك فيها قانوني. انسى ان انت تعرف تعدل وضعك في بولندا. مش بس كده كمان، حتى لو انت واخد فيزا دراسه لاي جامعه او اي حاجه، لازم تعرف ان انت قبل ما تفكر ان انت تروح على بولندا كدوله، كمعيشه، كصحه، كتعليم، كحاجات كتير قوي، كدوله تابعه للاتحاد الاوروبي في اوروبا الشرقيه، انا ما اقدرش اقول لك انها وحشه، لا طبعا جميله. ولكن لازم بس تبقى عارف ان انت برضو حتى لو انت جاي دراسه، سواء ماجستير، سواء ان انت بتدرس مثلا بكالوريوس اي تي، اي حاجه بقى، واخد بالك لازم تبقى فاهم برضو ان انت لما تروح ان انت مش هتاخد الاقامه على طول. يعني ايه مش هتاخد الاقامه على طول؟ يعني انت بقى قاعد بقى مكمل بقى، لو بكالوريوس او ايه او ماجستير مثلا هتقعد مثلا سنتين، لو بكالوريوس 4 سنين، ابقى عارف ان انت مش هتاخد الاقامه بتاعتك على طول. يعني ايه؟ هتعاني شويه، ممكن تقعد مثلا من سنه ونص لسنتين عشان تاخد كارت الاقامه، فده كتير. يعني انا ما بقاش دافع فلوس
وانا عاوز اخد اقامه عشان خاطر انزل اشوف مثلا اهلي في اجازه نص السنه، او اشوف مثلا احبابي، او حصل ظرف في اي حاجه محتاج ان انا يكون معايا اقامه. ليه محتاج معايا يكون اقامه؟ لان لما بيكون معايا اقامه بقدر اتحرك براحتي وبقدر ان انا اسافر. لما اكون ما خدتش كارت الاقامه انا مش هبقى برضو مرتاح، لان مش هعرف انزل. ايه الفايده ان انا قانوني في الدوله اللي انا عايش فيها بس لسه ما استلمتش كارت الاقامه؟ فده برضو بيخليني انا نفسيا تعبان. خلاف كده كمان عاوز اقول لك ان انت حتى لما بتحب ان انت تروح اي دوله ممكن تروح بالباص مفيش مشكله، بس لو في كنترول هيبقى في مشكله لو انت ما معكش كارت الاقامه، مع الرغم كله اتحاد اوروبي سواء كان بقى في جامعه او في تكوين مهني. يعني حتى هم بيقولوا لي ايه، ما كنا قاعدين في الاجتماع من ضمن الكلام بيقولوا لي بس هو وضعه قانوني في بولندا. قلت لهم ايوه وضعه قانوني في بولندا، لكن ممكن ياخد ما ياخدش الاقامه، وممكن وممكن لا. واخد بالك؟ انا ليه اجازف؟ انا ليه اضحك على الناس؟ انا فقلت طالما في 1% شك ان ممكن ان انت ما تاخدش اقامه واداره الهجره ترفضك، لا انا مش همشي اصلا في الموضوع ده بالنسبه لي انا، ولا هقدم لحد اصلا. وبالنسبه لي كده بولندا بالنسبه للتكوين المهني اكس. انت لما بتقدم بتبقى محتاج اقامه، طب انت هتقعد سنه، هتقعد سنتين، ما خدتش اقامه، خلصت الكورس بتاعك، طب خلاص هتاخد اقامه ليه؟ حتى هم لما يجوا يدرسوا الملف بتاعك واداره الهجره تحن عليك عشان تديك اقامه، هتيجي تقول لهم ايه؟ عاوزين ديكلاريشن ما يثبت ان انت لسه مقيد في المعهد او ان انت لسه بتدرس. هيقولوك ان انت خلصت، فانت طبيعي هيقول لك خلاص انت عايز الاقامه في ايه؟ مع السلامه بقى روح بلدك. طبعا مش هديك اقامه بقى، خلاص ما انت مدتك خلصت اصلا، بس انت كنت قانوني. فهم بيقولوا لي ايه؟ اهم حاجه هو قانوني. هم مش فاهمين ان احنا اساسا بنعمل كده عشان احنا عايزين كارت الاقامه. لان كارت الاقامه لما بتاخده عن طريق الدراسه بيحق لك ان انت تحول الاقامه ديت لاقامه عمل، لكن انت ما خدتش كارت الاقامه اصلا، يبقى انت هتحولها ازاي؟ وهي دي هنا كانت المشكله بيني وبينهم. بس طبعا يعني بحب ان انتوا تكونوا معايا في كل حاجه عشان ما فيش احسن من الصراحه، والصراحه راحه. برجع تاني وبكررك وبقول لك عشان خاطر شايف معلومات كتير بتقول لك ايه في واحد ومش عارف ايه وعن تجربه. والله العظيم اتحدى اي واحد يطلع دلوقتي ويكتب لي في التعليق كومنت ويكتب رقم تليفونه، قسما بالله لاجي لو قال لك ان انا بدلت فيزة السياحه بتاعتي العمل في بولندا. بولندا صعبه جدا 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 جدا، ومن بق الناس، انا ليا اصحاب بولنديين وليا ناس في بولندا، والكلام ده من قلب ناس عرب كمان عايشه في بولندا، ماشي؟ مش كلام انا جايبه من نفسي. وبعدين انت ليك عندي النصيحه، عاوز تروح وتشوف وتجرب زي ما احنا رحنا ودفعنا فلوس وجربنا، يا عم روح مفيش مشكله. ولكن انا لازم اقول لك الحقيقه في الاول وفي الاخر، مش مستفاد منك حاجه. يعني انا بديك معلومه مشيت بيها، مشيت ما مشيتش خلاص، ولكن عشان خاطر انا كان موضوع انا كمان مهتم بيه. لما قالوا لي وبعت الايميل وقالوا ينفع، وكنت مستني الرد وجه الرد ورحت بنفسي. فانا بقول لك انا كمان من 6 سنين عانيت، ماشي؟ وقالوا لي ما ينفعش تبدل فيزا السياحه، وبرده دلوقتي برده رحت بولندا عشان برضه اتاكد من كلام واتاكد من معلومات، عشان خاطر اما اطلع اقول له كلمه يبقى ايه؟ ربنا شاهد على كلامي، وفي نفس الوقت برضه انا الكلام ده قاعد لي الفيديو موجود عندكم. فانا بقول لاي حد حتى لو رايح دراسه، حتى لو رايح عقد عمل، حتى لو كان رايح متجوز، على حسب بقى الولايه اللي انت فيها، ولكن السيستم في اداره الهجره بيتاخر بالنسبه للاقامات. انت رايح تروح قانوني، يا تروح بعقد عمل، يا تروح دراسه، يا تكون متجوز. غير كده ما تروحش في السياحه وتقول لي هعدل وضعك. ماشي؟ ينفع تعدل وضعك في بولندا لو معاك اقامه في الاتحاد الاوروبي. يعني انا مثلا معايا اقامه في الاتحاد الاوروبي، تمام؟ اقدر اعدل وضعي، وبرضه بقعد وقت كبير جدا، سنه وسنه ونص على ما باخد الاقامه. اقدر اقدم في التكوين المهني، اقدر اقدم في جامعه، اقدر اقدم في اي حاجه، اقدر اخد عقد عمل لو انا معايا اقامه في الاتحاد الاوروبي، ماشي؟ واشتغل، وبرضه الاقامه بتاعتي هتتاخر. وبيختلف برضه عشان خاطر ابقى يعني منصف من ولايه لولايه. كاتوفيتسو غير كاراكوف غير وارسو، ماشي؟ غير المناطق المتطرفه. يعني بيختلف على حسب اداره الهجره. في اماكن بتسرع، ولكن الاغلبيه بتتاخر. الاغلبيه بتتاخر. في حد اعرفه متجوز بولنديه، مش جواز كده عشان ياخد ورق، لا ده متجوزها بجد ومستقر معاها بجد وعايش معاها بجد، وبقاله اكتر من سنه و8 شهور، ولحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي ما خدش الاقامه. يعني مش جايب لكم كلام من دماغي. في واحد تاني قعد سنه وشهر، بص انا جايبها لكم بالظبط، سنه وشهر، بس كان في ولايه تانيه، وقابلته وقال لي ان هو برضو الاقامه بتاعته اتاخرت، قعدت سنه وشهر. وقال لي تقريبا حتى لو انت جايب جواز اعمل حسابك في سنه وممنوع تشتغل لو انت متجوز من بولنديه، ممنوع تشتغل الا لما تمسك كارت الاقامه. قلت لهم انت كنت بتعمل ايه؟ قال لي كنت شغال في الاسود. كان بينزل يشتغل في الاسود، ما خدش الاقامه. اول ما خد الاقامه بدا بقى يشتغل ايه؟ قانوني. لكن يعني شوف، متجوز بولنديه ومقدم على الاقامه ووضعك قانوني في البلد، بس لو انت متجوز مش من حقك ان انت تشتغل. معرفش برضو يعني ده من ضمن القوانين الغريبه. ليه؟ الا لما تاخد كارت الاقامه. يا جماعه ده انا متجوز بولنديه، يعني انا خلاص انا بقيت ابن البلد،
يعني المفروض ان انا مثلا خلاص واحده بولنديه المفروض ان انا خلاص انا عايش معاها. لا، ما تشتغلش. قانون العمل هناك مش هيطلع لك تصريح عمل الا لما تاخد الاقامه وتثبت ان انت متجوز. فمعظم اللي متجوزين هناك وعايشين في بولندا عارفين كلامي ده، وحد يطلع يكذبني. في حاجات كتير عن بولندا هطلع اكلمكم فيها، بس انا مش عاوز الفيديو يكون اطول من كده عشان ما تملوش. ولكن يعني ان شاء الله برضو اسف ان انا بجيب لكم اخبار مش كويسه، ولكن هي دي الحقيقه. اتمنى ان انا اجيب لكم كل الاخبار تكون كويسه، اتمنى ان انا اديكم اي معلومه تفيد الناس كلها عشان تدعوا لي وما تحرمونوش من دعائكم، وده اللي انا بطلبه. وان شاء الله في معلومات كمان تانية عن بولندا زي ما قلت لكم، استنونا قريبا جدا. ما تحرموناش من دعائكم كالعاده، ونشوفكم في حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام.